من زمان كان نفسي أعمل فيلم سينمائي، ولكن الموضوع كان مستحيل قبل ظهور الذكاء الاصطناعي، لأن في كمية ناس في استوديو التصوير لا تحصى ولا تعد من طاقم العمل والتصوير والمكياج والمونتاج، وأكتر من 50 شخصاً، وكل واحد فيهم بيشتغل حاجة معينة، فكان فعلاً صعب. لحد ما لقيت الشخص ده على اليوتيوب عمل كمية أفلام حرفياً بالذكاء الاصطناعي، منها فيلم يأجوج ومأجوج، وأفلام منها وصلت لأكتر من 1,000,000 مشاهدة، وخلاني أصدق فعلاً إني أقدر أعمل فيلم بالذكاء الاصطناعي. بعدها قعدت فترة طويلة بدور على طريقة عشان أعمل فيلم سينمائي، واتفرجت على فيديوهات كتير عشان ألاقي الطريقة الأسهل لعمل الفيلم. بعدها أخيراً اتعلمت الطريقة من بداية عمل سكريبت الفيلم لعمل مشاهد الفيلم وتحويلها لفيديو وإضافة مؤثرات صوتية وموسيقى مرعبة. أولاً وأهم حاجة عمل سكريبت الفيلم، دخلت على الشات GPT وكتبت أعطني 10 أفكار لأفلام رعب، وبعدها اخترت فكرة منهم وكتبت بعدها قم بعمل قصة فيلم رعب يتحدث عن مجموعة من الأصدقاء يذهبون إلى التخييم في الغابة ويعثروا علي كهف، وقم بعمل شرح بصري لكل مشهد ولكل محادثة. أهم شيء عمل شرح بصري للمشهد ولكل محادثة، ومرضيش يعمل زي ما أنا عاوز، فكتبت نفس الكلام بس بالإنجليزي. تاني خطوة تحويل الشرح البصري لصور، وطبعاً من موقع ليوناردو، وعشان أسجل دخلت على موقع مهمل وسجلت بيه، اخترت النوعية دي من الصور وعملت الإعدادات دي، وبدأت أحط كل مشهد وأحمل أحسن صورة فيهم. وبعد ما حملتهم كلهم وصلت لأهم خطوة تحويل الصور اللي فيديوهات واقعية جدا، ولقيت أجمد موقع لده وهو هيلو AI، سجلت عليه بإيميل جوجل. وبعدها في خيارين تحويل النص اللي فيديو أو الصورة لفيديو، فاخترت الصور لفيديو وحطيت الصورة ونفس الشرح البصري الخاص بيها، وكانت النتيجة فعلا مبهرة جدا. عملت كل الصور وكان فاضل حاجتين، وهما الصوت بالذكاء الاصطناعي لكل محادثة والمونتاج. دخلت علي موقع play.ht لأنه بيعمل أصوات بمشاعر مختلفة، دخلت عليه من إيميل جوجل وعملت إنشاء مشروع جديد، وعملت ترتيب الأصوات حسب ترتيبها في السكريبت، وعملت لكل ترتيب صوت مختلف لكل شخصية، وكتبت المحادثة بالترتيب. المشهد الأول كان فيه 4 محادثات بالترتيب، فكتبتهم بالترتيب في الموقع، وفتحت برنامج كابكت وحطيت كل الفيديوهات بالترتيب، وبدأت أحمل كل صوت وأحطه في المشهد المناسب ليه، وأعمل لكل مشهد والصوت الخاص به دمج. دخلت بعدها على موقع بيكسا عشان أحمل المؤثرات البصرية، فأول مشهد كان مشهد عربية، فاخترت مؤثرات صوتية وكتبت كار، وهكذا مع كل مشهد زي أصوات الغابة وأصوات الكهف والوحش وهكذا. والمرحلة دي قعدت معايا فترة، وبعد ما حطيت المؤثرات الصوتية أضفت بعدها أصوات مرعبة عشان تعمل جو مرعب، وعملت جوانب سودة عشان أخفي العلامة المائية عن طريق إني حطيت صورة سودة مرتين وعملت واحدة فوق وواحدة تحت. وآخر حاجة إني أعمل بوستر للفيلم، فدخلت عليا الشات GPT وكتبت بالإنجليزي قم بعمل صورة لبوستر فيلم مقاس كذا عن أشخاص، وكتبت قصة الفيلم بشكل مختصر وخليك مبدع مع تفاصيل كتيرة وعنوان الفيلم الكهف، وعملت الصورة وحطيتها في آخر الفيديو. عملت بعدها إخراج، ودي النتيجة. This is exactly what I needed. Just us and the forest. No phones, no work, no stress. Yeah, but let's hope just us doesn't include any unexpected wildlife guests. Oh, come on. The worst thing we'll see is a squirrel. Maybe a raccoon if we're lucky. If we see anything cool, I'm snapping a picture, but no bears, please. Relax, Jake. It's gonna be great. Let's enjoy the quiet while it lasts. This is incredible. How did we not notice this yesterday? Probably because sane people don't go looking for creepy caves. I've seen enough horror movies to know this is a bad idea. Look at these carvings. They're beautiful, but, kind of unsettling. Don't be dramatic, it's just a cave. Let's take a quick look and head back. Keep your voices down. We don't know what's in here. That's it, I'm out. This place is wrong. Or the work of a bored teenager with a chisel. Yeah, let's not give this too much credit. What's that smell? It's like rust and something rotten. Look at
these symbols? They're unlike anything I've ever seen. Could they be ancient?